في البداية وقبل كل شيء البقاء والدوام لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نحب نعزي كل أهالينا في مصابهم في محافظة المنوفية، لأن مصابهم مصابنا، ولو استمر الحال على ما هو عليه هنفضل نعيش المواقف المأساوية دي. وربنا يرزقكم الصبر والاحتساب إن شاء الله، ويرزق بناتكم والأرواح الطاهرة دي المغفرة والرحمة والجنة إن شاء الله. يا ترى إيه سبب الحوادث الكتير اللي بتحصل في مصر؟ هما سببين ملهمش تالت. السبب الأول وهو السواقين اللي بتتعاطى المخدرات، وأنا مش بختص السواق ده في الحالة دي، المعلومة مش مؤكدة. يعني إيه وأنت طالع بالأرواح دي تغيب عقلك قبل ما تطلع؟ في ناس كتيرة قبل ما بتطلع المشوار لازم تضرب السيجارة. لابد يكون في حكم رادع من العدالة ومن القضاء في الموضوع اللي زي ده. من قتل يقتل. طب هو الراجل ده قتل؟ ايوه قتل. لما يطلع وهو عامل في نفسه كده وهو مدهول كده، العربية اللي على بعد 5 متر هيشوفها كأنها بعيدة عنه نص كيلو، يبقى الراجل ده طالع وهو مغيب عقله وعارف ان معاه ارواح. الارواح اللي ماتت دي ذنبها في رقبته، كأنه قاصد ان هو يقتل الناس دي. طيب اللي يتمسك من السواقين وهو ماشي بدون حوادث وبيتعاطى المخدرات ده، يا باشا احبسه بال5 وال10 سنين لحد ما يتأدب ويعرف يعني ايه ارواح ناس. الحالة التانية وهي الطرق اللي بنسميها طريق رايح جاي. يعني ايه تعمل لي طريق 7 متر وتمشي لي عليه عربيات رايحة وعربيات جاية؟ في ناس بتمشي بطيئة، في ناس عايزة تعديها على الطريق، ملتزمة بسرعة الطريق، مجرد ان هو بس هيجي يعدي الطريق يلاقي واحد مقابل في وشه كل سنة وانت طيب وداه القبر. يعني ايه طريق رايح جاي عرضه 7 متر؟ ليه بما ان انت عملت الطريق ما تعملش حارتين رايح وحارتين جاي وتفصل بينهم ببردورة في النص؟ لا ده هيقابل ده في طريقه رايح وده في طريقه جاي، مفيش حاجة هتحصل بينهم هما الاتنين. التزم بمعايير الأمن والسلامة للطرق. عندنا اللي أنا أعرفه ومشيت عليه بغض النظر عن الطريق اللي حصل عليه الحادثة امبارح، عندك طريق بورسعيد دمياط اللي هو بنسميه طريق ترعة السلام أو طريق بحيرة المنزلة. الطريق ده ياما مات عليه برضه أرواح كتيرة جدا، وكانت الحادثة الكبيرة اللي حصلت لأهالي المطرية وهم راجعين برضه من شغلهم في المنطقة الصناعية، حصل نفس اللي حصل للأسف. لازم تتلغى فكرة ان في طريق 7 متر والناس رايحة جاية عليه رايح جاي وكله بيطقش في بعض.